مساء الخير عليكم. قلبي عندكم والله. بس يعني بكرة اليوم العالمي للمرأة، وحابة طبعا أقول للهانم سوزان مبارك كل سنة وهي طيبة، لأن الست دي عملت إنجازات كتيرة للمرأة، وكانت عامله جمعيات الرعايه المتكامله اللي خالتي الحاجه انتصار بتاخدها دلوقتي وبتعملها. معرفش مسمينها ايه، كسكسي على حمصي جديد يعني. ولغوا ناس وحطوا ناس مكان ناس. فجمعيات كان في حاجه اسمها جمعيات الرعايه المتكامله، وكان في الحاجات اللي كانت بتتباع للاعمال اليدويه اللي كانوا بيعلموها للستات ويبيعوا المنتجات بتاعتهم، والمعارض بتاعت الاسر المنتجه والحاجات اللطيفه دي اللي كانت بتتعمل. فحابه طبعا ان انا اشكرها كمان على مشروع القراءة للجميع اللي خلى الناس عندها إتاحة للكتب بأسعار كويسة. المكاتب اللي كانت مالية كل الدنيا، كل ده ما شاء الله الإخوان على الجيش قفلوه بعد 2011 عشان كان كل ده فساد وحرام. وطلعوا لنا حد لطيف قوي عيد ميلاده الشهر ده، اللي هو النبطشي بتاع الإعلام. النبطشي ده لو تعرفوا اللي هو اللي بيطلع يقول بالحب في الافراح ده، وبياخد النقطه وكده، اللي هو الضابط العظيم احمد شعبان. عيد ميلاده برده من يومين، وكان هبد معرفش عامل لي بلوك ليه الحقيقه. هبد على صفحته، معرفش بيجيب الافكار الجهنميه دي منين. يعني في كتابة من كتاباته الرائعة كاتب ان هو بيتجلى كده وربنا تجلاله وهو قاعد مع السرير مع واحدة، قلب في تليفونه. يعني ساب ربنا اللي بيتجلاله وقاعد بيقلب في التليفون، حاجة كده يعني ملهاش اي 30 معنى ولا لازمة ولا اي حاجة. وحد جاهل جدا وبتاع نسوان، وبيجبر النسوان على الدعارة، وحاجة قميئة جدا. وده النبطش بتاع الإعلام بتاع مصر. يعني اللي هو الفرق بين حقبة مبارك وأي حقبة جت بعديه، إن أنا عمر ما حد أجبرني على الدعارة. بالعكس، أنا كنت بقابل ناس كانت بتخاف تتكلم معايا عشان أنا حلوة شوية فما تتشبهش. فكنت محترمه كبني ادمه، وكست في بلدي كنت محترمه الصراحه. يعني كان الناس محترميني. لكن بعد ما جه الاخوان يعني الاخوان كانوا ما شاء الله ممشيين ناس تجوزنا بالعافيه وتطلقنا بالعافيه ويعملوا ابحاث وتهديدات للستات. معرفش الاخ محمد ناصر اللي عمال يتكلم على المدروش ده، واللي بيتكلم عن النرجسي. الشعب المصري من 52 كله اتعلم النرجسيه. فانا مش فاهمه ده البواب يا راجل بيحط رجل على رجل في وشك عشان انت مش عارف تجيب الطلبات من غيره. خالد الشاطر عنده نرجسيه، ما كانش في حد ماسك احزابي ما عندوش نرجسيه. من اول ما تعرفش انا مين انت بتكلم مين لغايه دلوقتي ما كلهم ما بقوش حاجه. في حاجه بقى سمعتها كده على السوشيال ميديا بتتكلموا فيها اكتر مننا الصراحه. يعني انا عايشه في امريكا، مين قال لحضراتكم ولسيادتكم ان اللحمه هنا كلها بتتذبح فبتتصدر لكم؟ انتوا اللي متصدر لكم ده الميت. هو في حاجه بالسعر اللي انتوا ده سعرها ارخص من الفراخ عندكم المحليه. طيب حضرتك تعرف ان احنا عندنا، وفي ناس بتقول ان انتوا قفلتوا الفرارجيه علشان مفيش بره مصر احنا عندنا هنا محلات بتذبح قدامك، وفي مزارع كمان بتروح لها. في ناس بتروح جايبه مثلا الخروف جماعه مثلا عشان الثلاجات مش هتستحمله ويذبحوا مع بعض. فهو مين قال لحضراتكم ان احنا ما عندناش هنا ذبح؟ ومين قال لحضراتكم ان اللي بيتصدر لكم ده حلال ومذبوح؟ اللي بيتصدر لكم ده احنا ما ناكلوش هنا يعني. فمش قادره افهم الهبد اللي انتوا بتهبدوه على الدول بره ده، انتوا بتجيبوه منين؟ والنسوان الشمال والرجاله الشمال اللي بيطلعوا يشتكوا من الاكل بره دول، ما يرجعوا مصر يورونا هياكلوا ويعيشوا ازاي اللي عايشين على المساعدات هنا.
ايه الهبد ده؟ وايه الشكوى الشكوى اللي من بره دي؟ انا الصراحه مش فاهماها، غير ان ده سوري في اللفظ تعريس غير مبرر. احنا عندنا كل حاجه هنا متوفره. انا امبارح رحت كوسكو، وكوسكو ده من المحلات كده شبه كارفور عندكم، جايبه اليميش بتاع رمضان، ماشي، للناس اللي بتقول عليها ملحده بس. جايبه يميش رمضان، كله اورجانيك. الكيس اكتر من ربع كيلو تقريبا 350، وب$7، $9، اللي هو القراصية ما لقيتش القراصية، التين والبلح المشمشية. قمر الدين عندي. اللي انتوا بتقولوه ده، انتوا بتجيبوا الكلام ده منين؟ انا مش طالعه احصركم. $7 ده بمقام 7 جنيه عندكم، انا ما بحولش فلوس، ماشي. $7 ده كمان ده غالي على فكره. السنه اللي قبل كده كان ارخص من كده، وهو غالي عشان النقل. اغلى حاجه هنا، انا حاولت اسافر، كنت بدور على سفريه اتفسح، فكنت عايزه اروح لاس فيجاس، فلقيت انه تذكره الطيران ب$300، وده غالي جدا. فمستنيه الدنيا تقل شويه عشان ده غالي. يعني ايه ادفع $300 في طيران داخلي؟ لا، مش حلو، ماشي. ده اللي غالي، النقل اللي غالي. لكن الفراخ يا جماعه هنا عندنا محلات فرارجيه بتذبح عادي جدا في نيوجيرسي وفي نيويورك، معرفش الولايات التانية نظامها، ماشي. في مزارع هنا لحوم على الطريقه الاسلاميه وكده في بنسلفانيا. في جاليات مسلمه كتيره جدا هنا، ومن احلى الاماكن اللي بتاكل من عندهم لحوم مذبوحه اللي هم الاوزبكستان واللي هم بتوع اللي هم ناحيه روسيا، دول بيعملوا اكل لطيف جدا، وبتوع باكستان والحاجات دي، بس انا ما بحبش البهارات بتاعتهم. التراكوة هنا عندهم كوزين لطيف جدا. الايرانيين يا جماعه الاكل بتاعهم رائع، احلى وانضف كوزين باكل فيه الايراني. فيا جماعه اللي انتوا بتهبدوه على امريكا ده، انا ما اعرفش اوروبا بيهببوا ايه، بس احنا مش لاقيين ناكل. الكلام ده مش حقيقي. من ارخص الحاجات هنا الاكل واللبس. ويوم ما بتقعد، يعني بيبقى عندك مشكله في شغلك مثلا، او قعدت من شغل، اول حاجه بتتسال عليها عندك اكل. يعني هنا في اماكن كتيره بتوزع الاكل ببلاش وعلى شريعتك، يعني كوشر لليهود، في حلال. يعني لو انت اتصلت في ارقام هنا، لو اتصلت عليها وانا ما عنديش اكل، بيجي لك الاكل على ديانتك. يا جماعه ايه اللي انتوا بتقولوه ده؟ بجد ايه التهريج اللي انتوا بتهرجوه ده؟ انتوا بتهبدوا هبد غريب. واللي بيضايقني اكتر الناس اللي عايشين هنا، اللي عماله تقول الاكل غالي والعيشه غاليه. انا مش بدافع عن بلد، لان البلد هنا لا هيزودها دفاعي ولا هينقصها دفاعي، بس شويه مخ يا جماعه. لما هو العيشه غاليه عليهم قوي كده، يتفضلوا يرجعوا مصر. يتفضلوا يرجعوا. يا جماعه الناس اللي بتكلمكم كده بيقفلوا الفيديو ويشتموكوا بعد شويه عادي. ده اكل عيش يا جماعه، لان هم بيقبضوا فلوس على الكلام، ماشي. فلا الاكل هنا مش غلي عن السنه اللي فاتت. ما اعرفش طبعا ازمه البيض اللي بيحكوا عنها، لان انا بشتري البيض، انا بشتري نوع معين من البيض، فهو اوريدي غالي علشان انا عندي مشكله في القولون. فنوع البيض اللي باكله غير اللي هو الناس بتشتري عادي. فهم بيقولوا ان البيض فيه مشكله، وانا مش قادره افهم ايه مشكله البيض، لاني مش عارفه هل الاوكران والروس كانوا بيبيضوا ولا ايه، مش فاهمه.
مش قادره افهم ايه مشكله البيض هنا، او هل المشكله دي بالدعم ليكوا عالمي مثلا؟ أنا مش عارفه. بس اجمالا الاكل مش غالي، اجمالا الاكل مش غالي. لغايه شهر 4 اللي جاي، شهر 4 هيتوقف البرنامج. كانوا عاملين emergency program عشان يطلعوا إعانة أكل للمواطنين الأمريكان والغير أمريكان، الناس اللي قاعدة ليجل يعني ليهم إعانة اسمها فود ستامب. كان بيطلع برقم معين لغاية عشان البندمج لغاية شهر 4 اللي جاي، بعد كده هيتوقف، أو شهر 3 الشهر ده مش فاكرة يعني. فكانوا بيطلعوا لهم مبلغ معين على حساب الحكومه. فكل اللي طالع يهبد لكم ده بياكل ببلاش اساسا. الفود ستامب ده معناه ان انت بتخش كده وبتخش اجمد سوبر ماركت فيك يا امريكا، يشتري كل ما هو عايزه ويتخيله ويشتهيه من غير ما يدفع فيه مليم. ده اللي طالع يقول لكم الاكل غالي، ده ما بيدفعش فلوس في الاكل اصلا. الفرخه هنا ب 6 دولار، يعني 6 جنيه. ودي في كاسكو، اللي هو كاسكو ده غالي برضو، يعني انا ساعات بستغل الحاجه فيه، ما بحبش اشتريها منه. وهو دايما للاسر، يعني بتشتري حاجات كتيره، وانا ما بحبش اشتري حاجات كتيره لان بتقعد عندي بتترمي. ف يعني انا بشتري الحاجه بالواحده بالاتنين كده. لكن يعني انا امبارح دخلت اشتري علبه لبن فيها مش عارفه كام علبه لبن، قلت هحطها في التلاجة، مش هتحط في التلاجة ملهاش مكان هتبوظ، فخلاص اشتري. وقعدت احسبها بكام التلاتة ووفرت فيهم كام، لقيت مفيش توفير زي ما اشتريها فرداني. ف في عروض كل شويه على الاكل وعلى اللبس، البراندات. فيا جماعه عندنا، اللي اقول لكم تاني، في اكل بيتذبح في اكل بيتذبح، في محلات فرارجيه بتخش عنده يذبح لك وانت واقف، فرخه صاحيه بيذبحها قدامك. فمفيش حاجه اسمها انهم قفلوا عندكم الفرارجيه عشان مفيش بره زي الاذان بيمنعوه عندكم علشان السياح. انا بسمع عنهم كلام غريب صراحه. انتوا بتخرجوا بره الكوكب ما اعرفش انتوا بتروحوا فين، بس حد من اصحابي لقيته حاطط بوست بيهبط فيه مره عن ان كل اللحمه اللي جايه لكم من بره دي حلال، which is not true. ماشي، اللحمه لان اللحمه الحلال هنا اغلى من اللحمه العاديه. ماشي، فاللحمه اللي بتجيلكوا دي بالاسعار دي مشكوك في اساسها اصلا، اذا كانت صاحيه كانت ميته، كان عندها مرض وغارت في داهيه فحبوا يبعتوها لكم بفلوس بدل ما يرموها يحرقوها ويولعوا فيها عشان انتوا بتستحملوا، معدتكم بتستحمل الزلط. فيا جماعه الهبد اللي انتوا بتهبدوه على امريكا ده مش حقيقي. البلد اللي ما يتهانش فيها ست ما بتتمرمطش كده. المرمطه دي عندكم عشان انتوا بتهينوا الستات، عشان نظامكم بيهين الستات، عشان انتوا الناس ظلمه بتاكلوا حقوق بعض، فبيجي لكم اللي بياكل حقكم. شوفوا كام حد مش بياخد ميراثه عشان واحده ست، عشان ازاي تتجوز راجل غريب ياخد من ورثهم. انتوا ربنا مش هيرضى عنكم غير لما تخفوا الظلم على اللي حواليكم. بس اهدوا بقى شويه، لان فيكم ناس فعلا مظلومه ومش عارفه تاكل عيالها، فاللي واخد حق حد يديهوله عشان ربنا يرفع عنكم الظلم ده. لكن ان انتوا بتبصوا لبره وتشوفوا احنا مش عايشين زيكم، محدش عايش زيكم. احنا مفيش حد هنا يقدر يوقفنا في السكه حتى لو ما معهوش ورق ويقول له ورقك ولا بطاقتك احنا ما عندناش الكلام الفاضي ده. انا الاوفيسرز مفيش لجان بشوفها مفيش الكلام ده. انت ممكن الضابط بس لجان تقف عشان تقفل لك طريق عشان في اصلاحات، فتعمل لك 50,000 ساين كده ونور وكهارب عشان ما تخشش الطريق ده. لكن ان انت حد يوقفك في السكه وفي الطريق وبتاع، انت بتدفع ضرايب وبتدفع فلوس وبتدفع ده كله عشان حد يوقفك ويقول لك بطاقتك؟
عشان يعمل لك لجنه ثابته في كل حته ولا كمين ثابت توري له ليه اصلا؟ تروح تقعد في مكتبك، يعني تروح تعمل لك شغلانه مفيده. انت نازل ترازي في خلق الله. فاحنا مش عايشين عيشتكم، احنا عندنا شويه ادميه، بندفع ضرايب بنضايق قصادها. يعني الدنيا مش بايظه عندنا، لا الحمد لله. احنا بناكل وبنشرب وبنلبس. يعني واسعار البراندات كمان في لاست اكت وفي اوفرز وفي يعني وطول السنه، مش في وقت واحد. والصيف بيمشي والشتاء بيجي. فيا جماعه الدنيا مش وحشه بالنسبه لنا. الدنيا في شويه انفليشن، في شويه شغل قليل، الفلوس قلة، لكن مش زي عندكم. حتى لو الحاجه غليت مش غاليه زي عندكم. وتاني احنا لما بنيجي نحسبها انا بقبض كام وسعر الحاجه كام قدامي. يعني الحاجه ام $7 دي يعني ب7 جنيه، مش ب 300,000 جنيه من عندك. انا ماليش دعوه باللي عندك، لكن انت لازم تحسب الحاجه ام 100 جنيه انت بتقبض قصادها كام. ماشي؟ فعشان تيجي تقول لي احنا مش عارفين نعيش في امريكا، معلش دي ناس لا مؤاخذه بتستهبل. ترجع مصر تعيش في مصر، ما تقعدش معانا. ده المفروض الحكومات اللي مقعداهم يرجعوه بامانه يعني. لان ده مش عيب في البلد على قد ما هو احنا عارفين نعيش. انت يوم مسكك تتقفل في وشك هتروح واخد عربيتك كده تشتغل بيها يا دور ديش يا اوبر، لو ما اشتغلتش خالص. ففي فرص، في حياه، في شغل. مش الجيش ماسك حتى عربيات الفول في الشارع. مفيش الكلام الفاضي ده. فحاولوا تبصوا لخيبتكم داخليا وما تبصوش للناس بره، عشان لو بصيتوا للناس بره انتوا هتزعلوا، حقيقي هتزعلوا. فالهبد اللي انا عماله اسمعه عن امريكا ده، يا جماعه خليكم في خيبتكم بجد والله، خليكم في خيبتكم، عشان انتوا خيبتكم ما وردتش على حد. سوري يا جماعه. وطبعا يعني الناس اللي متاثره بالوضع ده ربنا معاكم بجد، ربنا معاكم. لكن اللي حاصل، لان كمان حتى الدعوه بتاعت انهم ياخدوا فلوس من المصريين بره، المصريين بره حبيبي معاهم جنسيات. اللي مش معاه جنسيه تحت حمايه البلد هنا. ده بالنسبه للدول الاوروبيه ودوله امريكا. لكن بالنسبه للدول العربيه خد منهم زي ما انت عايز. اتفق بقى مع حكومتك، تتفق مع حكومتهم انهم ينصصوا مرتبك، وانت يعني يدوك حاجتك في كيس وانت مروح. يعني هما بيقفلوا لكم كل الابواب اللي تدخل لكم فلوس، حتى المساعدات. ف يعني ربنا يكون معاكم في عونكم. بالنسبه للناس اللي بتتكلم على ان امريكا بتجوع، خليكم في خيبتكم، خليكم في جوعكم. امريكا احنا ما بناكلش فراخ، احنا بناكل فراخ. في ناس بتاكل فراخ حلال عادي وبناكل فراخ متليه، لكن الفراخ اللي بتتصدر لكم دي من البرازيل دي غير صالحه للاستخدام الادمي. عشان بس تبقوا فاهمين، لانها لو صالحه مش هتباع لكم ابدا بالسعر ده. ماشي؟ كل سنه وانتم طيبين بمناسبه اليوم العالمي للمراه.